خلاص خلاص الدوري في الجزيرة. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك للنادي الأهلي. خلاص دوري 2022-23 للنادي الأهلي مقدما من قبليها ب18 جولة. خلاص الواحد دماغه مش مستوعب. الواحد تعبان، اقسم بالله الواحد تعبان من فريقه اللي بيعمل في جمهوره كده. خلاص اللعيبة دي ما تستحقش الدعم. خلاص ماتش أسوان، ماتش الداخلية، وغيره. خلاص الزمالك كده ما فيش فايدة، خلاص والله خلاص. أداء زي الزفت من كل اللعيبة باستثناء عواد. أداء زي الزفت، لعيبة فاقدة الثقة في نفسها والثقة في زمايلها. خلاص ما هي ابتدت، خلاص ابتدت من ساعة ماتش أسوان وعرفنا. خلاص أنا قلت لكم الكيرف كده في النازل. خلاص ده عمرو السيسي مش عارف يعمل باص، مش عارف تعمل باص يا جدع. انت ايه يا عم؟ ده أداء زي الطين. دونجا أداء زي الطين. إمام عاشور ما قعدش، ما جاش. زيزو ما قعدش، والله زيزو ما قعدش. اللي كل كرة عايز تاخدها وتعدي. هتعدي ازاي؟ اللعبة دي لعبة جماعية يا زيزو، اللعبة دي لعبة جماعية. انت مش هتعرف تعدي. خلاص العب مع زمايلك، انزل في الملعب معاهم. لكن ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ الدفاع هش. كل اللعيبه. مصطفى شلبي ما قعدش، مش عارف نفسه قاعد فين، مش عارف نفسه هو قاعد على الدكه ولا لسه مصاب ولا مش عارفين. سيف الدين الجزيري احسن واحد النادي ده بيلعب، سحبه. طيب انت راجل متعادل، زود يا اخي في رؤوس الحربه. نزل المحسوب علينا ده سامسونج ده ولا نوكيا. خلاص العب ب2 رؤوس حربه واسحب حمزه المسلوسي. خلاص هي كده. لكن انت قاعد محتفظ لي بحمزه المسلوسي. ايه ده؟ ايه يا عم التهريج ده تهريج اقسم بالله. الدوري راح والله انا بقولها لكم من هنا. الدوري راح، ولو الزمالك خد الدوري اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه فيه، بس انا بقول لكم الدوري راح. في حالة من العك الكروي الغير مبرر، في حالة عك من اللعيبة ومن الجهاز الفني. النهارده طلع علينا أول مرة نشوف وش إسماعيل يوسف كان بالتعادل، ما حدش بيتدخل معاه. بس المشكلة في اللعيبة. خلاص احنا اتكلمنا عن المدرب بما فيه الكفاية، لكن في مشكلة في اللعيبة. في حد ضاغط عليهم، في حد بيكلمهم. مش عارفين. ابتداها المستشار مع احمد فتوح وعبد الله جمعه. طيب تصدقوا وتؤمنوا بالله ان الماتش ده كان ماتش احمد فتوح؟ والله العظيم الماتش ده ماتش احمد فتوح، مهاري وسريع وكان حيصنع لك الفارق النهارده. لكن لولا الحاجات اللي بتتعمل اللي هي غير مبررة واللي هي مش مفهومة واللي هي لحد دلوقتي ما عرفناش مين الإداري اللي طلع واتكلم وقال ان اللعيبة بتتعاطى مخدرات. ما عرفناهوش. ما حدش فاهم حاجة. بيجي في الزمالك ما حدش فاهم حاجة. بيجي فيه تصريحات واستنى شوية بالليل هيطلع بكبرت وهيتفتح. والاربعه اللي قاعدين شغالين بيهزوا روسهم دول هيقعدوا يعملوا كده. صح. والله فعلا ليك حق. حاجه مستفزه. احنا بقينا في عالم موازي. احنا عايشين في عالم موازي، عايشين في نظريه المؤامره على طول، عايشين ضد التحكيم على طول. خلاص احنا ماسكين. استنى، طيب الحجه اللي هيطلع بيها شويه المستشار؟ ما احنا مش عارفين مين تاني عندنا بقى بيشرب مخدرات. يلا احنا عايزين نعرف مين تاني بيشرب مخدرات. ما هيطلع مفاجأة، بس هو نقصاله حاجة واحدة: خناقة
مع شيكابالا عشان كده تنهي على اللعيبة كلها. وهتحصل، والله العظيم هتحصل. الراجل ده بيحب الشو، مرتضى منصور بيحب الشو. هو كده هيتخانق مع اي حد دلوقتي. وابراهيم نور الدين ان هدا مش عارف كان في ضربة جزاء ولا لا. انا مش قادر، لا انا مش قادر اقولها عشان ما تعادتش كذا مرة اللي هي في الايد. بس انا شايفها ضربة جزاء، بس مش متأكد منها. هل ان هدا هيكون الهجوم على ابراهيم نور الدين ولا على لاعب من لعيبة نادي الزمالك؟ اذا كنت عايز تهاجم فهاجم اللعيبة كلها، هاجم اللعيبة كلها. اقول لك ما تهاجمش، هات لنا صفقات يا ملك الصفقات، هات لنا صفقات. يناير خلص وبنلعب بسامسون. يناير خلص، مفيش ولا صفقة جات، مفيش ولا صفقة جات. ولا سمعنا ان انت يمكن صفقة اسمه ايه ده، ابوكا. خلصها ابوكا. خلينا نطلع بالشهر ده باي صفقة. ابراهيم نضاي فين؟ ابراهيم نضاي مات. ابراهيم نضاي عملوا له طب عملية القلب، طيب عملوا له عملية الغضروف في ظهره. ما احنا مش فاهمين حاجة. هل هو عنده إصابة مزمنة ولا لا؟ احنا مش فاهمين حاجة. ابراهيم نضاي جه لعب ماتشين زي الطين، برضه زي الطين، واتصاب. قعد في الثلاجة. فما نعيبش على النادي الاهلي واحنا معيبة. خلاص الدوري في الجزيرة، والله الدوري في الجزيرة، في الجزيرة. مساء الطين على كل لاعب من لعيبة نادي الزمالك، مساء الطين على راسهم وراس اللي خلفوهم. سلام عليكم.